قبل أي شيء، آه، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. توفيق فضل من عند ربنا. كانت في حفلة تكنو أول امبارح أو امبارح على ما أظن. المهم أنا زمان قبل ما أنا يعني أتزوج وقبل ما أنا يعني إيه أهتدي شوية كده، الحمد لله مش أوي يعني بس الحمد لله شوية. كان كل الحاجات اللي أنا مثلا أحب أعيش فيها هي التكنو دي، إن كنت أروح هناك مبقاش مبسوط قوي، احس برضو ان انا ايه اللي بعمله ده، بس برضو كنت بلاقي الشيطان كان بيعيالي ان دي اجواءك، دي دي ناسك، ده المكان الجميل. فبقلب في ريلز امبارح كانت في حفله بروفيشنال معموله عند الاهرامات، حفله قويه جدا. انا ما كنتش فوت حفله، كل حفله دي كنت فيها انا الحمد لله. بس يعني الحمد لله اللي انا وصلت للمرحله دي بفضل من عند ربنا وتوفيق من عند ربنا، اللي انا ما بقاش بقى خلاص مش افكر في حاجه شبه كده. ليه؟ مفيش راجل جدع، مفيش من الاخر مفيش راجل جدع بيخش حفله تكنو، مش نكون معاك صريح. مفيش راجل جدع بيخش يرقص. يعني انا ما اعرفش ان في راجل مظبوط بمعنى كلمه راجل ذكر بيخش يرقص، او بيخش مثلا يبلع حاجه، او بيخش مثلا يكون داخل مع واحده لا مؤاخذه في الكلمه ملبسها اوسخ الملابس ومهيئها اوسخ هيئه عشان يتفشخر بيها قدام الناس جوه، ويكون هي البت اللي واخده اللقطه جوه وبتعرف ترقص ورقيصه بتعرف تخبط على الكلام ده. عموما الخبط غير السهرة غير أي حاجة. الخبط والتكنو ده بيكون أعلى حاجة في الفجر، أعلى حاجة في قلة الأدب. فالحمد لله وبتوفيق من ربنا، وعشان برضو الواحد ما كانش يعني كنت فعلا الشيطان كان بيهالي إن انبساطك هنا، انبساطك في المكان ده. انما لما انا فهمت وعرفت ان المكان ده مش بتاعي، مش اهلي، مش ناسي اللي اتربيت. ما انا ما اتربيتش في بيتي هيأني ان انا اخرج اروح في مكان شبه كده. مش ده فهد. المهم عشان ما اطولش عليكم، امبارح جالي بني ادم كده قال لي ازاي حفله زي كده تفوتك يا عم، دي حفله فيها ناس نضيفه، مش تخش تعك نفسك، روح احضر حتى انبسط ساعه. وفي نفس الوقت جه بني ادم تاني قال لي لا، انت هنخيبه فهد ولا ايه، هتقع، انت كنت واقف ظابط نفسك ظابط حالك. لا، مهم الحفلات التكنو دي، انت لما بتخش انت يعني لما بتروح اولا عشان انت تكون شاب فارس ظابط حالك، ما ينفعش تروح الا غير بعربيه، لازم تروح بعربيتك او بعربيه. ما ينفعش انت تخرج من الحفله او تخش الحفله قدام الناس كلها انت معكش عربيه، جاي على رجلك، يبقى انت راجل فقير من الطبقه اللي تحت، العيال اللي هم الكاتيانه اللي ما لهمش عازه ولا بيخش ايه عشان بس ايه يشقطوا شقطايه وياخدوا بعضهم ويمشوا. فلما انت بتخش بعربيه وبتجيب واحده والعياذ بالله برضو واحده مش كويسه، والله اعلم بعد الحفله بتروحوا تفطروا فين والكلام ده، ما علينا. انت باشا، انت انا عارف انك انت راجل وكل حاجه، بس انت مش راجل جدع. الراجل الجدع اللي يعرف قرشه رايح فين، الراجل الجدع اللي ما يخليش حد يبص له بصه مش كويسه، الراجل الجدع اللي ما يزعلش ربنا منه، الراجل الجدع اللي ما يخليش اهله غضبانين عليه. ده راجل الجدع، الراجل الجدع اللي بيعرف يجيب الجنيه وبيعرف رايح فين وجاي منين. فانت مش عايزك تغطس، مش عايزك تبوظ، مش عايزك تروح، عايزك تكون ظابط حالك، عايزك تكون بني ادم عارف انا راجل ظابط نفسي ظابط حالي قدام الناس كلها، لازم اخش في اي مكان خلقه ربنا اعرف انا فلوسي رايحه فين وجايه منين. انت كده بترمي فلوسك يا صاحبي. انت لما تشتغل لما مؤاخذه في الكلمه شهر عشان تجيب 5 6000 جنيه وتضيعهم في يومين او تضيعهم في يوم حفله زي كده، مع الحفله التيكت بتاعها برضه برقم. قول يا عم الحفله التيكت بتاعها ب 8000 جنيه، انت ليك حد من حبايبك ادولك ب 4000 جنيه 3000 جنيه و2000 جنيه اتصرفوا. طب لا يا زميلي، ما انت برضه هنا مش راجل جدع. انت فاهمني؟ الراجل الجدع صاحبي اللي يعرف قرشه ده يعايره يظبطه. مش هطول عليكم، ربنا يصلح حال الجميع ويصلح حالي وحالكم، بحبكم في الله. السلام عليكم.